تواجد اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية أصبحت ظاهرة طبيعية جدا. وفي الفيديو ده هنتكلم عن أبرز انتقالات النجوم العربية في موسم 2024-25 داخل الدوريات الأوروبية. أول انتقال معانا هو انتقال النجم الدولي المغربي نصير مزراوي، واللي انتقل من نادي بايرن ميونخ إلى نادي مانشستر يونايتد في بداية الموسم. وتجربة احترافية جديدة للنجم الدولي العراقي علي جاسم، اللي انتقل من نادي الكهرباء العراقي إلى نادي كومو الإيطالي. والنجم الدولي المصري محمد عبد المنعم انتقل هو الآخر في تجربة احترافية أولى له خارج حدود البلاد من النادي الأهلي المصري إلى نادي نيس الفرنسي. انتقال آخر للاعب الدولي التونسي حنبعل المجبري، واللي انتقل من نادي مانشستر يونايتد إلى نادي بيرنلي الإنجليزي. ومن تونس إلى المغرب، حيث انتقل النجم المغربي يوسف النصيري من نادي إشبيليا الأسباني إلى نادي فنربخشة التركي. تجربة احترافية جديدة للاعب الدولي السعودي سعود عبد الحميد، والذي انتقل من نادي الهلال السعودي إلى نادي AS روما الإيطالي. الدولي المصري أحمد حسن كوكا ينتقل من نادي ألانياسبور التركي ويعود إلى ناديه الأول في أوروبا، وهو نادي ريو آفي البرتغالي. النجم المغربي سفيان مرابط ينتقل من نادي فيورنتينا الإيطالي إلى نادي فنربخشة التركي. والمدافع الدولي المغربي نايف أكرد ينتقل على سبيل الإعارة من نادي ويست هام يونايتد إلى نادي ريال سوسيداد الإسباني. وختاما باللاعب الشاب المغربي بلال الخنوس، والذي ينتقل من نادي جنك البلجيكي إلى نادي ليستر سيتي الإنجليزي.